بيبدأ الفيلم مع عضو المافيا روكو، وبنشوفه بعد ما قتل عيلة مكونة من 4 أفراد، وكان مفكر إن العيلة دي هي عيلة منزوني، وقطع صباع الأب وبعته لرئيس الدون لوكيزي اللي في السجن. بس بعد ما فحصوا بصمات الصباع طلع إن روكو قتل العيلة غلط، فالمافيا بتأمره إنه يدور تاني على عيلة منزوني. وعيلة منزوني الحقيقية ساعتها كانت بتسافر وخارجة من أمريكا ورايحين يعيشوا في قرية صغيرة في فرنسا، وده أب العيلة جوفاني وهو برضه زعيم مافيا، ومراته اسمها ماجي وعياله بيلا وورين، وعندهم كلب اسمه مالفيتا. وسبب مشايلهم من امريكا وتغيير اساميهم باستمرار كان الدون لوكيزي، لانه كان زعيم عصابه مافيا ومنافس ليه، وجوفاني انتقم منه وقدر يحبس لوكيزي. ودلوقتي رجاله لوكيزي بيدوروا على جوفاني علشان ينتقموا، وجوفاني وعيلته بيوصلوا لفيلتهم الجديده، وكل واحد بيخش اوضته. وبعدها جوفاني بيمثل على عيلته انه هيتفرج على الفيلا من بره، بس في الواقع هو راح طلع جثه من شنطه العربيه ودفنها في الجنينه بتاعه الفيلا. وتاني يوم الصبح كل واحد فيهم بيستعد علشان يعيش حياته الجديده. بتروح ماجي تتمشى في البلد وبتشوف هتسلي نفسها في ايه هنا، والويتر بتاعت الكافيه اللي قاعده فيه بتقول لها ان دي بلد صغيره ومش هتلاقي حاجات قوي تتعمل هنا. فماجي بتروح السوبر ماركت، واللي شغالين هناك بيعرفوا انها من امريكا، وماجي سمعتهم وهم بيتكلموا وبيشتموا في امريكا، وكانوا مفكرين ان ماجي مش هتفهمهم علشان بيتكلموا فرنساوي. فماجي بتتعصب وراحت خدت ازازه كحول وانبوبه غاز ورمتهم في الارض ورمت عليهم عود كبريت، وراحت محاسبه على اللي اشتريته ومشيت بسرعه من السوبر ماركت قبل ما ينفجر. وبعدها راحت تتغدى وكله بيركز معاها علشان بتطلع صوت عالي وهي بتشرب الحاجه الساقعه. وبعدها بتروح الكنيسه وبتتعرف على الكاهن اللي هناك. اما بيلا وورين بيروحوا مدرستهم الجديده، وورين بيخش في مشاكل من المتنمرين بتوع المدرسه وبيضربوه بعدها. وما بين الحصص بيقابل اخته وبيقول لها انه جمع شويه معلومات عن شويه طلاب هنا في المدرسه علشان عاوز يعمل عصابه مافيا في المدرسه. وبعد ما المدرسه خلصت بيلا كانت مروحه وبيمشي وراها عربيه فيها 4 اولاد وبيعكسوها وعاوزينها تركب معاهم. وفي الاول بيلا كانت رافضه، بس بعدها بتوه ما كانتش عارفه تروح فبتوافق تركب معاهم. والولاد مش بيروحوها وبياخدوها عند بحيره علشان بيقضوا وقتهم هناك. وبيلا بتطلب منهم تروح، بس واحد من الاولاد دول بيرفض وعايزها تقعد معاهم، وبينزل كتف فستانها وبيقعد يلمح لها بالبغبغاء. وبيلا بتضحك وبتقرر تندمه على اللي عمله ده. ورجعت العربيه وخدت مضرب راكت وكسرت المضرب على وشه، وقالت لباقي العيال يحترموا نفسهم المره الجايه، وخدت عربيتهم وروحت بيها البيت. وبعدها جوفاني كان لسه صاحي وبيشرب سيجاره عند باب الفيلا، وفي عملاء مباحث من امريكا كانوا مستخبيين وبيصوروا جوفاني. وجوفاني بيرجع الفيلا وبيقعد يقلب في الكراكيب اللي فيها، ولقى آلة كاتبه، ولما بيجربها بيلاقيها شغاله، فبيقرر يكتب عليها مذكراته، وبيكتب هو ازاي تولى شغل عصابه المافيا اللي جده بدأه من سنين طويله. وبعدها بيقابل جاره اللي عايش في الفيلا اللي جنبه، وجاره بيسأله هو بيشتغل ايه، فجوفاني قال له انه بيشتغل كاتب. وبعدها العيله كلها بتتجمع علشان يتغدوا وبيلاقوا الباب بيخبط، وكان عميل المباحث الامريكيه روبرت اللي متولى قضيه تهريبهم لفرنسا. وروبرت سأله عن اول يوم ليه في فرنسا وكان ماشي ازاي، وبيسأله عن واحد اسمه مراد اختفى مؤخرا، وجوفاني قال له انه ما يعرفش عنه حاجه، بس في الحقيقه جوفاني هو اللي قتله وهم في امريكا، علشان مراد ده باع له سمك مسموم وكان هيموته لو اكله، فجوفاني اضطر يقتله. وجثته اللي كانت في شنطه العربيه. وروبرت بيقول له قبل ما يمشي ما يدخلش نفسه في مشاكل هنا علشان مش هيقعد يلم وراه في كل حته. وبيقول له عملاء المباحث اللي بيحموه موجودين في شقه قريبه من هنا، وبنفهم من كلامهم ان المباحث هي اللي نقلت جوفاني وعيلته لفرنسا علشان يحموه من الدون لوكيزي. وبعدها روبرت بيسيبه وبيمشي. وبعدها ماجي بتفتكر حفله هم كانوا عاملينها في بيتهم من سنين طويله، وده اليوم اللي اختار فيه لوكيزي الانقلاب على جوفاني. وتاني يوم جوفاني كان اندمج مع آلة الكتابه دي وعمال بيكتب فيها مذكراته. وماجي بتتخض وبتتصدم لما بتعرف انه بيكتب مذكراته، لانهم كده ممكن يدخلوا في مشكله كبيره. وجوفاني بيقول لها انه مش لاقي حاجه يعملها، والكتابه بتخليه يطلع اللي جواه، فهي بتقول له كان لازم تستشيرني، ومش حاجه مثيره بالنسبه لي ان جوزي يبقى كاتب. وبعدها بتقول له يكلم السباك علشان يشوف الحنفيه ليه بتنزل ميه لونها بني، وبتسيبه وبتمشي. وراحت خدت صينيه الاكل دي ووصلتها لميمو ديسكو، ودول عملاء المباحث اللي قاعدين في شقه قريبه ليهم. اما وارن فهو عمل علاقاته في المدرسه مع الناس المناسبه اللي هينضموا لعصابته، وبيقعد يسرق حاجات من المدرسه وبيديها لهم علشان يوافقوا ينضموا ليه. اما بيلا فكانت بتنفض واحده زميلتها في الحمام علشان سرقت منها المقلمه بتاعتها، وبتشوف شاب امور في الكافيتيريا بتاعه المدرسه، وورن بيقول لها انه اسمه هنري، وده طالب جامعي بس هو جه المدرسه كمدرس رياضيات بديل بدل المدرس اللي مشي. ومعظم البنات اللي في المدرسه لما بتشوفه بتعجب بيه، فكده البنات دول هيخشوا في منافسه مع بيلا عليه. بس هي كانت راسمه خطه معينه، وبتروح تكلم هنري بعد الحصه وبتطلب منه يديها دروس خصوصيه في البيت عندها، وهنري بيوافق. وورن بيقابل المتنمرين اللي ضربوه بره المدرسه وبيضربهم كلهم بمساعده العصابه اللي جمعها في المدرسه. والسباك بيوصل بعربيته للبيت بعد ما اتاخر ساعه كامله على جوفاني، والتاخير ده بيضايق جوفاني. والسباك بيضحك وبيقول له التاخير احسن مني ما جيش خالص. وجوفاني بيبص له بقرف وبيدخله، وبيتضايق وبيتعصب اكتر لما السباك بيحاول يضحك عليه وبيقول له ان الخزانات كلها محتاجه تتغير، وبيحاول كمان يقلبه في فلوس. وبيسال جوفاني هو انت بتشتغل ايه، فجوفاني بيقول له مستعجل
مستعجل ليه؟ هقول لك حالا. وراح جوفاني مسك مضرب ونزل فيه ضرب، وبيحط جثته في العربيه وبيروح بيه للمستشفى. وبيقول جوفاني للدكتور ان السباك وقع من على السلم، والدكتور لما بيكشف عليه بيلاقي عنده 200 عظمه اتكسرت، وما كانش فاهم ازاي اتصاب كل الاصابات دي علشان وقع من على السلم. اما روكو فكان لسه بيدور على عيله جوفاني، وبيلاقي عيله مراد صاحب محل السمك، وبيقتلهم كلهم علشان ما قدروش يفيدوه بالمعلومات الكافيه عن جوفاني. وجوفاني رجع البيت وبيكمل في كتابه مذكراته، وكان بيحكي عن شغله والاجرام وكل عمليات السرقه اللي كان بيعملها. وبعدها ماجي بتقابله وما كانش عاجبها اللي عمله في السباك، فجوفاني بيقول لها اسم الله، وبالنسبه انك فجرتي السوبر ماركت فايه الكلام. وبعدها تاني يوم الصبح عيله جوفاني كانوا عاملين حفله في البيت وبيعزموا كل الجيران. وعيله جوفاني اساسا ما كانوش عاوزين يعملوا حفله، بس روبرت هو اللي اصر انهم يعملوا الحفله علشان يندمجوا اكتر مع الجيران ويتعرفوا عليهم. وماجي بتتكلم مع بيلا عن هنري وبتقول لها تاخد بالها منه وتكون حذره معاه، بس بيلا بتقول لها ما تقلقيش انا عارفه انا بعمل ايه. وبتقول لها انا هختار الوقت والمكان المناسب اللي هختار فيه شريك حياتي. وورن بيدخل عليهم وبيقول لماجي تعمل اكل امريكي مش فرنساوي علشان ده اللي الجيران متوقعينه. وبيطلع ان كلام وورن صح، والجيران بيكونوا جم علشان يجربوا الاكل الامريكي. وروبرت بيتصل بميمو وديسكو وبيأمرهم انهم يروحوا الحفله. وجوفاني كان لسه ما دخلش الحفله وكان قاعد لوحده، وبيلا بتجيله وبتساله مالك. فجوفاني بيقول لها لما كتب مذكراته عرف نفسه اكتر، وادرك انه ما كانش اب كويس لعياله وعرضهم كلهم للخطر. بس بيلا مش موافقه في الكلام ده وبتقول له انت احسن اب في الدنيا. وكلامها ده بيحسن نفسيه جوفاني شويه وبينضم للحفله، بس بيتعصب شويه لما الجيران كانوا بيحاولوا يعلموه ازاي يولع النار. وبيتخيل جوفاني كل الطرق اللي بيعذبها بيهم علشان بيتعالوا عليه، بس مش بيعمل اي حاجه غبيه من دول. وبيوصل روبرت وبيروحوا يتكلموا على انفراد، وروبرت بيقول له المسؤولين في البيت الابيض قلقانين من المذكرات اللي انت بتكتبها علشان ده ممكن يعمل مشاكل ياما. بس جوفاني بيوعده انه بيكتب المذكرات دي لنفسه مش هيخلي اي حد يقراها. وفي نهايه الحفله بيلا بتتضايق علشان هنري ما جاش الحفله. وتاني يوم جوفاني راح يقابل عمده البلد وبيتكلم معاه عن الميه اللي بتنزل لونها بني، بس العمده مش بيديله حل للموضوع ده. فجوفاني بيتخيل نفسه وهو بيضربه بسبب رده ده، وبيرجع لوعيه تاني وبيسيبه وبيمشي قبل ما يسبب مشاكل. وبيروح لشركه الميه وبيقول له احدى العمال ان السبب في ان الميه مش بتوصل لهم نظيفه هو مصنع اسمنت. فبيروح جوفاني المصنع وبيقابل المدير وبيحكي له قصه الميه، والمدير بيقول له انت عامل لي حوار ليه يا عم انت، وروح اشتري ميه معدنيه. فجوفاني بيتعصب وبيخطفه وبيربطه بعربيته وبيجره على الطريق لحد ما يتكلم ويساعده. فالمدير بيقول له على مكان التوربين اللي لازم يتقفل علشان بعدها يوصل له ميه نظيفه. وجوفاني بعد ما خد منه المعلومات اللي محتاجها بيهدده وبيقول له لو قال لحد على اللي عمله فيه هيقتله، وبيسيبه في نص الطريق وبيمشي. ولما رجع البيت لقى روبرت بيقرا المذكرات اللي كتبها، وروبرت عجبته المذكرات دي بس بيشتمه علشان ما كانش ضروري يكتبها اساسا. وفي يوم بتطلب المدرسه من وورن انه يكتب قصه قصيره بالانجليزي في جورنال المدرسه ويكون فيها تلاعب بالالفاظ، وهو لازم يخلص القصه النهارده علشان هتروح المطبعه. وورن ما كانش عارف يكتب ايه، وبيفتكر مقوله كان دايما بيقولها الدون لوكيزي لما شافه وهو صغير، والمقوله كانت لو كفايه وكويسه بالنسبه لك فهي اكيد كويسه وكفايه بالنسبه لي. وبيكتب وورن الجمله دي وبتتنشر في الجورنال، والجورنال بيتوزع على كل العيال في المدرسه. وبيوصل الجورنال لايد ولي امر طالب في المدرسه، وبيكون ولي الامر ده مسافر بالطياره وبياخد الجورنال يقراه معاه وهو مسافر، وبيسيب الجورنال على كرسي في الطياره. وبطريقه ما بتوصل لايد فرد من افراد العصابه اللي بيلف بيه ازازه خمره وبيديها للدون لوكيزي وهو في السجن. وبيشوف لوكيزي الجمله المكتوبه وبيعرف ان اللي كاتبها هو وورن ابن جوفاني، وبكده يبقى عارف مكانهم والعيله كلها بقت في خطر. وفي نهايه اليوم المدرسي بيلا بتقفل الباب عليها هي وهنري وبيلعبوا عريس وعروسه. وبالليل واحد من جيران جوفاني اللي حضر الحفله بيتصل بيه وبيعزمه يجي بكره عنده البيت علشان يتفرجوا كلهم على فيلم، ودي عاده عندهم في المنطقه كل شهر يشوفوا فيلم ويتناقشوا في احداثه سوا. وبكره هيشوفوا فيلم امريكي، فهم عاوزين جوفاني يحضر معاهم الفيلم بصفته كاتب ويفيدهم بخبرته. وجوفاني بيوافق، وبما ان المباحث الامريكيه بتسمع كل مكالماتهم روبرت بيروح لجوفاني البيت وبيقول له دي مش فكره حلوه بلاش تروح. بس جوفاني معترض على قراره وشايف ان دي فكره حلوه علشان يتعرف اكتر على الناس اللي هنا، وبيقدر يقنع روبرت انه يجي يحضر معاه سهره الفيلم. وتاني يوم مشرفين المدرسه بيكتشفوا الشغب والاجرام اللي وورن عمله، فبيقرر وورن بعد ما اترفض انه يروح البيت وياخد فلوس وهويه مزيفه علشان يسافر ويعيش في باريس، ويبدا يعمل له شغل هناك زي ما ابوه عمل وهو في سنه. وقبل ما يمشي بيودع اخته، وبيلا بتعيط بس مش بتعيط على اخوها، هي بتعيط علشان هنري اللي وقعت في حبه هيسيب المدرسه وهيعيش هو كمان في فرنسا. وبيطلع انه مش بيحب بيلا زي ما هي بتحبه، هي بالنسبه له كانت مجرد نزوه. وبعدها جوفاني بيحط عروسه مكانه على الكرسي علشان ميمو وديسكو هما بيراقبوا بيته ويفتكروه هو اللي قاعد، بينما هو اتسلل وراح زرع قنبله عند مكنه التوربين علشان الميه ترجع نظيفه، وبيظبطها انها تنفجر الساعه 12 بالليل. وبعدها بيقابل روبرت وبيروحوا يحضروا الفيلم، وبيكتشفوا انهم هيتفرجوا على فيلم عصابات. وروبرت شايف ان دي فكره وحشه وكان عاوز يمشي، بس جوفاني بيمسك فيه وبيقول له لو مشينا دلوقتي كده هنخلي الناس تشك فينا. وبعد ما الفيلم خلص بيطلبوا جوفاني على المسرح علشان يقول لهم رايه هل العصابات اللي طلعت في الفيلم دي حقيقيه فعلا. وجوفاني مره واحده راح
حاكي قصته هو شخصيا كزعيم مافيا، والناس اللي حاضره كانوا مفكرينها قصه خياليه. وروبرت كان متوتر وخايف من اللي جوفاني بيعمله وبيفتكر انه اتجنن خلاص، وبيتصل بميمو وديسكو وبيأمرهم يجمعوا عيله جوفاني علشان هينفذوا خطه الطوارئ. وفي نفس الوقت كان وارن في المحطه ومستني يركب اتوبيس علشان يسافر لباريس. وبيلا بتضرب واحده في الشارع وبتاخد منها التليفون وبتطلع على السطح وبتتصل بهنري وبتقول له انها تنتحر لو ما رجعلهاش. وساعتها هما الاتنين بيشوفوا عصابه مافيا بتوصل المدينه، فبيقرروا يتراجعوا عن اللي كانوا هيعملوه ويتصلوا بابوهم وامهم علشان يحذروهم. ولما وارن بيتصل بيهم محدش بيرد، والمافيا بيقتلوا كل الضباط اللي في مركز الشرطه وبيبحثوا على الكمبيوتر عن مكان جوفاني وعيلته، وبيروحوا كمان يقتلوا كل رجاله المطافي وبيقطعوا كاوتشات عربيات المطافي. وماجي بتروح لميمو وديسكو وبتسالهم عن مكان عيالها علشان هما مش في البيت. وساعتها بيحصل انفجار كبير في المدينه، ودي بتكون القنبله اللي زرعها جوفاني عند مكن التوربين. وروبرت بياخد جوفاني وبيوصلوا البيت وبيقول له ما يتحركش من بيته وهو هيروح مركز الشرطه ويشوف ايه الانفجار اللي حصل ده. ولما بيروح مركز الشرطه بيلاقي كل الضباط مقتولين. وماجي بتخرج من عند ميمو وديسكو وكانت راجعه لبيتها وبتبص في الشارع وبتلاقي رجاله لابسين اسود وبيمشطوا المنطقه وبتشك انهم مافيا. وبترجع تاني لميمو وديسكو وبتحاول تتصل على تليفون بيتهم بس جوفاني مش بيرد. والمافيا بيضربوا بيت جوفاني بصاروخ وبيفجروه وبيقتلوا اي حد بيخرج بره بيته من جيرانهم. وجوفاني لحسن الحظ عاش من الانفجار عشان كان مستخبي في ركابه بعد ما حس بالخطر لما لقى لافيتا بينبح. وماجي كانت عايزه ترجع البيت تطمن على جوفاني، وميمو وديسكو بيحاولوا يخرجوا من البيت بهدوء. واول ما بيقربوا يخرجوا بيتقتلوا فورا من احدى افراد المافيا. وفرد المافيا ده قبل ما كان هيقتل ماجي جوفاني بيوصل وبيحاول يخنقه بالحزام. وباقي عصابه المافيا كانوا بيفتشوا في بيت جوفاني اللي اتفجر. وفي نفس الوقت بيلا بتوصل وبتضرب فرد من العصابه كان واقف لوحده، وهي وورن بيسرقوا اسلحه من عربيات العصابه. وبتبدا حرب ما بينهم وما بين عصابه المافيا، وبيقدروا بيلا وورن يقتلوا تقريبا كل العصابه ما عدا روكو. وورن بيقع على الارض بعد ما اتنشر رصاصه، وبيلا كانت بتحاول تنقذه بس لقت روكو رافع عليها السلاح، ولحسن حظها الرصاص اللي معاه خلص، فبتسيب اخوها على الارض وبتطلع تجري وروكو بيجري وراها لحد ما بيظهر روبرت وبيدوس روكو بعربيته. وفي نفس الوقت ده جوفاني كان لسه بيحاول يقتل الراجل ده، فماجي بتجيب سكينه وبتقتله نهائيا. وبكده كل المافيا اتقتلوا بس هويه عيله جوفاني اتكشفت، فبيضطروا ينقلوا ويعيشوا في بلد تانية باسامي جديده. وجوفاني كان مبسوط انه حكى قصته للناس بعد الفيلم حتى لو كلهم افتكروا انها قصه خياليه. واللي وصل لاخر الحلقه عاوزك تحط ايموجي العيله ده في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقه. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناه، وباي باي.